قتلته وقطعته وحطته في الفرن وشوته وبعدها أكلته. وهنعرف إيه الحكاية لما نحكي القصة من الأول. الحكاية بتبتدي من عند أميمة نيلسون، آكلة لحوم البشر. أميمة بنت مصرية، اتولدت سنة 1968. اتولدت في مصر في بيت عادي جدا لأسرة مصرية بسيطة. أميمة كانت بتحب الميك اب والموضة، ولما وصلت 18 سنة هاجرت للولايات المتحدة الأمريكية. الكلام ده سنة 1986، وبدأت تجري ورا حلمها. اشتغلت عارضة أزياء، لكن المهنة دي ما كانتش بتكفيها ماديا، فكانت بتضطر تشتغل شغلانات تانية كتير علشان تقدر تكفي مصاريفها. من ضمن المهن دي اشتغلت مربية أطفال. لحد كده حلو قوي. سنة 1991 ابتدى اسمها يتعرف كعارضة أزياء، لكن برضه معروفة في نطاق محدود، لحد ما اتعرفت على شخص اسمه ويليام نيلسون. ويليام كان طيار سابق وشخص غني وعنده ثروة كبيرة، وبرغم فرق السن بينهم هي كانت لسه 23 سنة وهو 56 سنة، إلا إنها وافقت على أساس إن ممكن تكون دي فرصة إنها تحقق حلمها. ومن وقتها بقى اسمها أميمة نيلسون نسبة لجوزها. واتجوزت أميمة بنيلسون. حلو؟ لا مش حلو، لأن أميمة اتجوزت نيلسون لمدة شهر واحد، وبعد كده بدأت المشاكل بينهم. في يوم عيد الشكر في شهر نوفمبر حصلت بينهم خناقة كبيرة جدا، وكان ويليام بيعامل أميمة بعنف شديد حتى في العلاقة اللي بينهم. لكن أميمة ما طلبتش الطلاق ولا فكرت تسيبه، هي خدت القرار على طول إنها تنتقم منه، وفعلا انتقمت أبشع انتقام. أولا ضربته بالمكوى على دماغه لغاية ما مات. مش بس كده، دي لسه بتفكر إزاي تنتقم منه حتى بعد ما قتلته. أول حاجة عملتها فصلت راسه عن جسمه وحطت راسه في الفرن وولعت الفرن وشوتها. طب تكتفي أميمة بكده؟ لأ، قطعت إيديه وحطتها في حلة في مية مغلية وغلتها، وقطعت ضلوعه قطع صغيرة وشوتها في الفرن، وكمان أكلتها مع صوص الباربيكيو. يعني قطعت الراجل وشوته وأكلته. طيب اكتفت أميمة بكده؟ لأ، كان عندهم عادة في عيد الشكر إنهم بيطبخوا ديك رومي، فأميمة خبت جزء من أجزاء جثة ويليام جوه الديك الرومي. وكان مشكلتها إن ويليام ضخم الجثة، فكان صعب إنها تخفي كل أجزاء جثته، فعمالة تفكر إزاي تتخلص من باقي الجثة. فقطعت بقية الجثة لقطع صغيرة ووزعتها في أكياس سودا، وبدأت تفكر إزاي تتخلص من الأكياس دي. والغلطة اللي وقعت فيها أميمة إنها كلمت واحدة صاحبتها علشان تساعدها في التخلص من الأكياس دي، وإنها تديها 75,000 دولار. لكن صاحبتها ما كانتش عارفة دي جثة مين، وصاحبتها خافت فبلغت البوليس. وفي نفس الوقت أصدقاء ويليام شعروا إنه متغيب بقاله 5 أيام، ولما صاحبتها بلغت الشرطة وصلت فعلا البيت وقبضت عليها، ولقت جثة ويليام متوزعة في أكياس في كل حتة في البيت، في جزء في التلاجة وفي جزء في الفرن، وجزء منها متوزع في أكياس في أماكن مختلفة في الشقة. والشرطة اتأكدت إن دي جثة ويليام جوزها. وفي الوقت ده كانت كل وسائل الإعلام بتتكلم عن قضية أميمة، وأميمة قالت إنها كانت بتتعرض لعنف شديد جدا في كل مرة كان بيحاول يقيم معاها علاقة، ولأنها رفضت شكل الإهانة والذل ده فقررت إنها تنتقم منه. وفي اعترافات أميمة قالت إنها أكلت أجزاء كتير من جثة ويليام، إنها كانت بتشويها في الفرن وتاكلها، وكمان كانت قبلها بتلبس كويس وبتحط ميك اب، وكانت بتجهز صوص الباربيكيو وتحطه على جثة ويليام وهي بتاكل. ولما اتسألت ليه نفذت الجريمة بكل الشر ده، قالت إنها ما كانتش عارفة تسيطر على نفسها، وكأن في قوة داخلية بتتحكم فيها. وكمان اكتشفوا إن ويليام كمان كان بيعاني من أمراض نفسية، وإنه كان ليه علاقات كتير بسيدات وكلهم اتعرضوا لنفس العنف، لكن محدش فيهم فكر إنه ينتقم بالطريقة دي. واتحكم على أميمة بالسجن مدى الحياة، وكانت كل كام سنة بتطلب العفو، لكن العفو ده كان بيترفض. واتعمل أبحاث كتير جدا عن قصة أميمة، وإيه اللي يخلي شخص ممكن ينتقم بالشكل البشع ده. ومن هنا لازم نتعظ برضه من قصة أميمة. بالنسبة للزوجة، لو زوجك عنيف معاكي أو مش طايقة تعيشي معاه، بدل ما تقتليه اطلبي الطلاق. وبرضه بنقول لكل زوج بيعامل مراته بقسوة وبيعنفها: اهدى، وخصوصا لو زوجتك بتحب المشويات.